الاكله دي لو اتعملت صح بالطريقه الاصليه بجد هتعملوها كتير قوي. صدور فراخ متقطعه مكعبات متوسطه، عليها البهارات دي: كمون، فلفل اسود، كزبره، شطه، بابريكا، وده ورق الحلبه المجفف بيديها طعم خطير، وملح. هحط التوابل دي كلها على الفراخ، كوبايه زبادي كبيره، شويه زيت صغيرين، وهتبل الفراخ كويس واسيبها على جنب ساعتين. معلقتين كبار سمنه عليهم شويه زيت، وهشوح الفراخ كده الاول، عاوزاها تاخد لون. مش هحط الفراخ كلها مره واحده عشان ما تنزلش اي سوائل فيها، هاخد دول كده على جنب بعد ما خدوا لون، واحط باقي الكميه. بعد ما الفراخ كلها خدت لون هغطيها واسيبها تكمل تسويه على نار هاديه، وممكن تزودوا لها شويه ميه صغيرين. على النار هحط معلقه سمنه، شويه زيت، ودي قرون شطه مجففه، وحبهان. اول ما ريحه الحبهان كده تلاقوها بدات تطلع، هحط البصل، شرايح توم او توم مفروم الموجود عندكم، معلقه كبيره زنجبيل فريش، حطيت كمان كركم وملح وبهار هندي اللي هو جرام مسله. وهي الاكله دي بتعتمد شويه على البهارات الكتير، يعني بنحط فيها توابل كتير. حطيت كمان فلفل احمر او فلفل اخضر الموجود عندكم، وطماطم، وشويه من الكاجو. هشوح كده كل الحاجات دي مع بعض، احط عليها كوبايتين ميه سخنه واغطيها، واسيب الخضار ده يستوي شويه على نار هاديه. بعد ما استوى احطه في الخلاط واضربه كويس جدا. في نفس الحله احط مصفى، هصفي الصوص ده كويس جدا. في وصفات بشوفهم كتير مش بيصفوه، بس بجد احلى كتير في الطعم ان هو يتصفى. دي الفراخ بعد ما استوت كويس خلاص هحطها في الصوص ده، وهسيبها كده تغلي شويه عشان تشرب من الصوص ده وتاخد كده من طعم. اخر حاجه احط كوبايه كريمه تدي قوام حلو وطعم كده غني اكتر، ورشه من ورق الحلبه ريحته رهيبه وطعمه احلى. هي دي شكل العلبه اللي عندي، لو لقيتوها في اي مكان اشتروها على طول عشان تعملوا الوصفه دي. كده خلاص الطبق جاهز. جربوا الباتر تشيكن بالطريقه دي، احلى طعم فراخ هتجربوه. بتتقدم مع الرز البسمتي او خبز النان الهندي. انا باكلها كده بالعيش اللي هو الدايت المعمول ببذور الكتان او الشعير. جربوها، وكل المكونات هتلاقوها بالتفصيل تحت الفيديو.